أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد الآمين والأئمة المهديين وسلم تسليما. السلام عليكم أخي أبا محمد اليماني. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي. الله يسلمك. حلقة اليوم تكون حول تساؤلات حول النصوص المقدسة. هل حصل بها تحريف؟ هل هي من الله؟ كل ما في النصوص المقدسة من الله؟ ما مغزى النصوص؟ هل وصل معناها؟ هل الله يقبل من الناس من العباد الذين يعتمدون على النصوص المقدسة في تحديد الرجل الإلهي؟ وسنرى كل هذه النقاط مع أخي أبا محمد. تفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا جزيلا لك وشكرا للحبيب أحمد حلال. شكرا. كما تعرفين ويعرف الحبيب أحمد حلال وكما يعرف المشاهدين أنه كل دين من الأديان اليوم هو يمتلك فقط نصوص مقدسة مكتوبة، يعني ليس هناك من رسول إلهي حي. لا يمتلك اليهود رسول إلهي حي، ولا يمتلك المسيحيين اليوم رسول إلهي حي، ولا المسلمين شيعتهم وسنتهم يمتلكون اليوم يعني رسول إلهي حي. يمتلكون فقط نصوص، وهذه النصوص أما أن تكون توراة أو إنجيل أو قرآن أو أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. لكن بخصوص هذه النصوص هناك عدة أسئلة على كل إنسان يعني اليوم متدين، سواء كان يهودي أو كان مسيحي أو كان مسلم شيعي أو سني، أن يجيب على هذه الأسئلة التي نطرحها. لأن اليوم مشكلتنا أختي العزيزة كما يعرف الحبيب أحمد حلال، احنا اليوم مشكلتنا هي مشكلة نصوص. اليوم احنا نقتل بسبب النصوص، اليوم يتم تكفيرنا بسبب النصوص المقدسة. هناك دول قامت بسبب النصوص المقدسة. صحيح. أو دول باطلة، وهناك زعامات قامت في التاريخ، أحزاب تأسست، بلدان هدمت، ناس يعني زجت في السجون، ناس هجرت من بلادها بسبب هذه النصوص المقدسة. فعندنا عدة أسئلة. أولا من ضمن هاي الأسئلة هو هل هذه النصوص اليوم وصلت إلينا كاملة ولا نقص فيها أبدا؟ يعني اليوم هل يستطيع اليهود أن يقولوا أن كل ما لديهم هو كل ما جاء به موسى والأنبياء؟ وهل يستطيع المسيحيين أن يقولوا أن ما لديهم الآن الأناجيل الأربعة أو العهد الجديد هو كل ما خرج من فم عيسى عليه السلام؟ أو هل يستطيع اليوم المسلمون أن يقولوا أن ما لديهم من أحاديث النبي هي كل ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو يقول الشيعة أن كل ما لديهم اليوم مصادرهم هي كل ما قاله أهل البيت؟ أنا سألت عدة شيوخ بخصوص هذا الأمر، أنه هل وصلت إلينا هذه النصوص كاملة؟ قالوا وصلنا جزء من هذه النصوص وليس جزءا واحدا. إذن احنا طالما وصلنا جزء من هذه النصوص، لا تستطيع اليوم أي فرقة، أي مذهب، أي ديانة أن تدعي أنها تملك الحقيقة، لأنها يعني تمتلك جزء من الأحاديث، جزء مما قاله موسى، جزء مما قاله عيسى، جزء مما قاله النبي محمد، جزء مما قاله أهل البيت عليهم السلام. الشيء الآخر، التساؤل الآخر هو هل هذه النصوص تكلمت أو قالت أو بيّنت كل الحقائق، وليس هناك من حقيقة غائبة عنا في هذه النصوص؟ يعني ولا نحتاج بعد ذلك إلى نص جديد أو رسول جديد يكشف لنا حقائق أخرى. أو النصوص اليهودية كل الحقائق؟ لا، ما أعتقد يعني يدعي اليهود ذلك، ولا المسيحيين يقولوا أن كل ما لديهم قاله عيسى وبين كل الحقائق، ولا يعني المسلمين يستطيعون أن يقولوا أنهم يمتلكون كل الحقائق، ولا يعني التابعين لأهل البيت يقولون أنه أهل البيت يعني بينوا كل الحقائق. وأنت تعرف وتعرفين أختي أنه علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان يكلم البئر، يعني ما كان يجد حمله للعلوم أو الحقائق. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يتحدث
مع أتباعه الخاصين يعني حقائق مخفية لا يمتلكها يعني الجمهور، عامة الجمهور. ولدينا أحاديث أنه مرة قالت رواية أحد أصحاب الإمام الصادق والباقر جاء للإمام قال: يا ابن رسول الله، بين يدي 10,000 حديث كلها ليست في أيدي الناس، وأنا أريد أن أتحدث بها ولكن لا أستطيع أن أقتل. فقال: يا فلان احفر حفرة وقول حدثني أبي حدثني هكذا حتى يعني يرتاح صدرك. إذن اليوم هي النصوص التي نمتلكها لم تبين كل الحقيقة. إذن السؤال الذي يطرح نفسه: من الذي يبين الحقيقة؟ نحن اليوم بحاجة إلى معرفة الحقيقة. يعني اليوم مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقول: لو عرف الناس مبتدأ الخلق ما اختلف اثنان. إذن أنا ماذا أحتاج أبا محمد؟ أنا أحتاج إلى الرجل الإلهي الذي يعرفني المبدأ الأول. إذن أنا بحاجة إلى الحقيقة. وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه عنده يعني قول جدا جميل يقول: ما من سر إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم يختمه. فأنا اليوم كمنتظر بحاجة إلى رجل إلهي يبين لي هذه الحقائق. وحتى عندنا حديث يعرف الأخ أحمد حلال عندما سئل الإمام الصادق سلام الله عليه: لما سمي المهدي مهديا؟ قال: لأنه يهدي إلى أمر قد خفي وضل عنه الجمهور. إذن أنا كمنتظر للإمام المهدي يعني متوقع ومنتظر من الإمام المهدي عليه السلام أن يكشف لي حقائق ما موجودة بين يدي، صحيح، غائبة عني. إذن أنا ما أمتلك الحقيقة. ولا يستطيع الناس اليوم عندما يعني يبين أبا الصادق كثير من الحقائق يقولوا هذه بدعة أو هذا شيء غريب عنا. أنتم اليوم هل كتب فيها كل الحقائق؟ ليست فيها كل الحقائق. إذن نحن بحاجة إلى رسول إلهي لكي يبين لنا الحقائق كاملة. الشيء الآخر بخصوص هذه النصوص: هل هذه النصوص فسرت تفسيرا صحيحا من قبل الذين يدعون أنهم أهل الاختصاص وهم العلماء في معرفة هذه النصوص وهم الحاخامات والبابوات والشيوخ والفقهاء؟ وهل تفسير الحاخامات والبابوات والشيوخ والفقهاء كان تفسيرهم وفق ما كان يقصده الله أو النبي أو الإمام؟ يعني اليوم لو سألنا الله أو سألنا النبي أو سألنا الإمام لقالوا لنا نعم أن تفسيرهم كان موافقا تماما لما كنا نقصده. هل يستطيع أن يجيب الفقهاء على هذا السؤال؟ يقولون أن تفاسيرهم هي وفق ما يقصده الله. مستحيل. وأنت تعرف، أنت قارئ مثلا بخصوص الشجرة يقولون نحن ما نعرف، يعني شوية يقول لك شجرة الزيتون، شوية يقول لك حنطة، شوية يقول لك تين، شوية يقول لك تفاح، شوية بقى بطيخ وموز وكل فواكه الأرض. يعني تحس أنت داخل سوق خضار وهم في الآخر بيتكلم على بني آدم يعني، وفي الآخر يقول لك والله أعلم. إذن أنا عندما أقرأ نص مقدس سواء كان توراة أو سواء كان إنجيل أو سواء كان قرآن أو سواء كان أحاديث أهل البيت، أنا ماذا أريد من خلال قراءتي للنص؟ معناه وفحواه معناه وحقيقته. صحيح. إذن اليوم عندما أجي إلى رجل دين سني أو شيعي يقول الله العالم، أنا لا أعرف. اختلف العلماء، آراء العلماء. اليوم أنا لست مكلف بأخذ آراء العلماء واختلاف العلماء. أنا أريد عندما أقرأ النص أريد أن أعرف حقيقة معناه. زين السؤال يطرح نفسه: من أين أخذ هذه المعنى والمقصد؟ لأن أكيد من يتكلم رسول الله بقول أو يتكلم أحد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بقول لابد أن يكون له مقصد حقيقي. صحيح. زين إذا فسر المقصد بعدة آراء إذا أنا غاب عني الحقيقة، فقدت الحقيقة. واليوم أنت تعرف أحمد حلال ومطلع على الروايات، اليوم أنت تقرأ آية قرآنية تجد لها عدة تفاسير وعدة معاني، لكن الله له مقصد حقيقي، له واحد.
إذا أنا عندما أقرأ التوراة أريد أعرف ماذا يقصد موسى، عندما أقرأ الإنجيل أريد أن أعرف ماذا يقصد يسوع بالضبط، مو أجد البروتستانت لهم تفسيرهم والكاثوليك تفسيرهم. عندما أقرأ القرآن أجد تفاسير مختلفة، السنة يقولون شيء والشيعة يقولون شيء. ما هو يا ريت حتى تفسير السنة اختلفوا فيهم، انت عارف يعني تلاقي ابن كثير قال شيء، ابن عباس قال شيء، مش عارف الطبري قال شيء، وكل واحد على ايه، في مثل مصري بيقول على كل لون يا بطسطة، يعني مش يعني براحتك يعني. إذا هو الدين لديهم سوبر ماركت بالضبط، ما هو ده بيقول على يعني كل لون يا بطسطة، يعني تدخل وتأخذ البضاعة التي تعجبك على الكيف. الكيف، وهذا ليس دين الله. أنه دين الله عندما تريد شيء لابد أن تعرف بالضبط ماذا يريد الله وماذا يقصد الله. إذن هي الغاية من قراءة أي نص ديني هو ليس ترديده، الغاية أن تعرف المقصد. صح. نأتي إلى التساؤل الرابع، وهذا أهم شيء يعني خصوصا عند المسلمين. من هو القادر أو القيم على تفسير هذه النصوص المقدسة بعد رحيل النبي أو بعد رحيل الإمام، بحيث نسلم له تسليم كامل ولا نشك فيه أبدا إذا فسر أو بين حقيقة هذه النصوص والمقصد الحقيقي منها؟ لا يكون ذلك الإنسان إلا وصي الرسول الذي قبله، وذلك الوصي يجب أن يكون معين منصب من طرف الله، وإلا فقد المعنى. واحنا اليوم احنا يعرف المسلمين قاطبة أن رسول الله وضع قيما للنص. صح. عندما قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه. إذن رسول الله وضع قيم للنص، يعني إذا رسول الله لم يضع قيما أو مفسرا للنص المقدس، إذن ماذا تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة الفوضى. اليوم إذا قلنا أن رسول الله رحل ولم يضع قيما أو جهة أمينة على تفسير النص المقدس، إذن شنو النتيجة؟ النتيجة النبي محمد يتحمل كل الدماء التي سفكت. صحيح. ويتحمل كل المذاهب في التاريخ، ويتحمل كل الاختلافات، ويتحمل مسؤولية كل الطواغيت الذين جاءوا وحكموا الأمة الإسلامية. إذن إذا قلنا أن رسول الله لم يضع قيما نقول أن أهل البيت عليهم السلام هم ورثة النص المقدس. واليوم أبا الصادق سلام الله عليه يدعي أنه من ورثة النص المقدس عندما قال أنا أعلم بالتوراة من أهل التوراة وأنا أعلم بالإنجيل من أهل بالإنجيل وأنا أعلم بالقرآن من أهل القرآن. إذن ماذا يقصد الأبا الصادق سلام الله عليه؟ هو الوارث الشرعي. يقول أنا الوارث النص. صح. لأن رسول الله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. إذن كل رسول إلهي عندما يأتي ليكون مرتبط بالنص. صحيح، وإلا فالقرآن يصير صامت والقرآن الناطق هو الإمام. طبعا. معنا اتصال الأخت كوثر من العراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مباشر على القناة الآن. ممكن تسمعنا، توطي صوت التلفاز وتسمعنا من الهاتف؟ جيد. الآن تفضل. أنا الآن مباشر على القناة. نعم أنت على الهواء. أخي العزيز، لكن ما جاي يظهر على القناة. أنا يعني متأخر شوية قليلا. نعم جيد. الأخ أبا محمد، حياك الله أبا محمد. حبيب الغالي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. شلونك أخي؟ شلون صحتك؟ الله يحفظك. كيف الحال؟ الله يسلمك. نعم.
أنا عندي أسئلة حقيقة حول دعوتكم هذه اللي أنتم صار لكم تقريبا أكثر من سنين يعني. والله يا ريت يعني سؤال أو سؤالين، لأن يعني الاتصالات كثيرة يعني أخي الحبيب يعني. نعم جيد. السؤال أنتم تقولون اسألوا الله عنا. نعم. أليس كذلك؟ نعم. كيفية السؤال ما جاي أفهمه، شلون أسأل الله؟ أنت طالما تعبد إله يسمع ويرى ويجيب، فأنت هذا الأمر موجه إلى جنابك. المفروض الإله الذي تؤمن به أنت لابد أن يسمع ويرى ويجيب، لأن دين الله الحقيقي أن تتيقن أن الله يسمع ويرى. إذا أنت إني مجيب دعوة الداعي إذ دعان. إذا أنت حتى عندك بالقرآن الكريم النبي محمد يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فأنت اليوم إذا كنت تؤمن بالإله لابد أن تسأل نفسك كيف يجيبك الله. أبا محمد عزيزي، أنا اليوم عندي دعوة، الدعوة لابد أن أقدم الدليل. نعم الدليل موجود. الدليل موجود. واضح. الدليل العلم، الدليل المعجز. أما أسأل الله أنا أريد أعرف هذه الكيفية، كيف أسأل الله؟ يعني أنت عندك معلش لا اسمح لي، أنت ضربت قنبلة في وشي دلوقتي. يعني أنت عندك المعجزة أهم من سؤال الله؟ طبعا ما مش هقدر اكمل يا محمد. شوف اخي الحبيب الغالي، انت الله يوفقك، بس اسمعني الله يوفقك. انت تطلب معجزه، تمام؟ لا. نعم. انت مسلم؟ طبعا مسلم. مؤمن بالقرآن؟ نعم مؤمن بالقرآن. القرآن الذي تقرأه حضرة جنابك يذم الذين يطلبون المعجزة أم يمدحهم؟ لا عزيزي بس جاوبني على سؤالي. القرآن الذي تؤمن به أنت يذم الذين يطلبون المعجزة أم يمدحهم؟ عزيزي مو هذا السؤال خاطئ. لا مو خاطئ، بس جاوبني يذم أم يمدح؟ لا اسمح لي هذا السؤال خاطئ. أخي كريم، هل يمكنك أن تسمعني من فضلك؟ أعطيني فقط دقيقتين. شكرا جزيلا. أخي الحبيب، دعوتنا كدعوة جميع الأنبياء والرسل والأوصياء. دعوتنا أخي تقتصر على معرفة الإمام المهدي وللتعرف عليه. هنالك قانون لمعرفة حجة، وهذا القانون نفس القانون منذ بداية الخليقة، يعني منذ آدم إلى محمد إلى المهدي إلى عصرنا هذا الحالي الذي نحن فيه. فآدم كان وصى بشيء، وكانت لديه وصية مكتوبة منصوصة ظاهرة، وكان تنصيب إلهي. وبعد وفاة آدم صار يعني الوصي الشرعي لديه علم ولديه وأيده روح القدس إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كي تعرف الوصي أو الرسول الإلهي القانون يعني جد سهل. أولا هذا الإنسان يدعو إلى حاكمية الله، بمعنى أن الله هو من يحكم، لا جنود إبليس. الله هو من يشرع. أكمل الله يرضى عليك. ثلاث نقط. النقطة الأولى راية البيعة لله، أي معناه الحاكمية لله. النقطة الثانية هي الوصية، يجب على ذلك الإنسان أن يكون منصوص وله وصية مكتوب اسمه وصية ظاهرة. ثالثا العلم الإلهي. فهذه الثلاث نقط كافية وشافية لمعرفة الحجة. هذه أول. أما فيما يخص الذي قرأته اسأل الله عنا، يا أخي الكريم اعلم أنك يمكنك أن تسأل الله إن كنت فعلا مؤمنا. يعني اسأله من أعماق قلبك. سؤال بسيط لما تصلي أو يمكن أن تعمل استخارة، اسأله هل هذه دعوة حقانية، وإن شاء الله يجيبك. لو يجيبك إن شاء الله. أنا ما عندي إشكال في اللي قدمتيه، وما جاي أناقش في اللي قدمتيه، لكن أنا أريد أقول معذرة أختي الفاضلة، أقول اليوم أنتم أصحاب دعوة، لم تأتون بهذا الشيء، وهذا الشيء خفي، هذا الشيء من الممكن يظهره جميع الناس. لا. كل واحد الآن لا. أخي حبيب، هل تؤمن بأهل البيت منهم عليهم السلام؟ هل تؤمن بأهل البيت عليهم السلام؟ أجبني من فضلك. بس أكمل كما طلبت مني، خليني أكمل. أكيد. أنا الآن أقول هل يوجد في
منظومة أهل البيت. أيوة. وما وردنا حتى عن القرآن حتى عن أهل البيت أنه واحد من الأدلة الذي يدعي بها إمام أو نبي أن يقول روح اسألوا الله عني. نعم 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 نعم. أين تفضل أخي. أين؟ بوصية رسول الله. هو هذا أول الكلام يا أخي. أحسن. أنت عارف أنا أردت أين الوصية؟ أحسن. أنا تعمدت أقول هذا الكلام. ليه؟ جيد. تعمدت. عارف ليه؟ كيف أثبتتم للسنة أن علي حق؟ لا هذا متواتر. هاي واحد. اثنين عن النبي صلى الله عليه وآله. أنتم تقول. اثنين. كيف أثبت أن محمد بن الحسن كان منصوص عليه؟ في روايات عن آبائه كثيرة. حلو قوي. ممتاز. رسول الله صلى الله عليه وآله. حلو قوي. يعني أنت دلوقتي ما عندكش وصية تؤمن بيها، صح؟ الوصية أين الوصية؟ أنتم عندكم رواية ما عندكم وصية. هو أنت مؤمن بالبخاري؟ لا ليس لي علاقة بالبخاري. أصل البخاري بيقول ونسيت الثالثة، فأنا قلت أتأكد جنابك الكريم، هل حضرتك مؤمن؟ هل أنت من أتباع أبي بكر وعمر؟ لا أنا من أتباع محمد. متأكد؟ صلوات الله عليه. لأنه الروايات أهل البيت كلها بتقول يعرف بالنص والوصية الظاهرة والوصية لا يدعيها يا أخي. الوصية عندما يسلمها يا أخي. أيوة يعني في وصية. شكرا. أنت يعني شكرا اعترفت إنه في وصية. شكرا. أنا مش حاضر أكمل كلام أكثر من كده. شكرا على مداخلتك. شكرا على مداخلتك. أنت يكفيني دلوقتي ان انت قلت الوصيه يسلم. يعني رجعت ناقضت نفسك. طب انا كيف اصلا اكمل حوار مع حد سالته سؤال يا ابو محمد؟ سالتك سؤال قلت لك يعني انت عندك المعجزه اهم من سؤالك لله؟ قلت لي نعم. ارد اكمل ازاي الحوار معك؟ يعني انت عندك الله صار في مستوى ايه يا ابو محمد؟ ادنى. ما في وين الله؟ تسال الله مين يا عم؟ روح اسال معجزه. روح اسال مثلا الناس اللي بتعمل العاب سحريه بالكروت، يعمل لك ايديه كده مثلا يطلع صباع، روح اساله. لا مرة أحد الشيوخ يعني قال هل يستطيع أحمد الحسن أن يعمل معجزة؟ قلت له نعم يستطيع أن يعمل معجزة لكن بشرط. قال ما هو الشرط؟ قلت له أولا أن تكفر بالله وتكفر بالإسلام وتكفر بالنبي محمد وتكفر بالقرآن. قال لماذا؟ قلت له لأن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ما من معجزة أتى بها الرسل والأنبياء إلا ليقيمها قائم آل محمد لأعداء الله. فهل أنت من أعداء الله لكي تطلب معجزة؟ إذا أنت اليوم احنا من نقرأ القرآن الكريم اللي احنا كل المسلمين مؤمنين بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يذم الذين كانوا يطلبون معجزة من نبينا محمد. فإذا لماذا نحن نأخذ دور الكفار ونسأل الإمام المهدي اللي هو على خط رسول الله؟ المفروض احنا مسلمين، المفروض احنا لسنا بحاجة إلى المعجزة. المعجزة يطلبها الكفار. وهل أصلا المعجزة بتيجي مع كل نبي؟ يعني هذا برضو سؤال. يعني ايه هي معجزة لوط؟ ايه هي معجزة يوسف؟ المهم معانا بس اتصال أبو محمد من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي أحمد، الأخت مريم والحبيب أبو محمد، حياكم الله. مرحبا. حياك الله. كان عندي سؤال يوم السبت يعني لم يكفي الوقت. كنت أريد أن أنقله عن شخص صديق عنده واحد الشبهة حول الدعوة. ما هي؟ السؤال كالتالي. ويقول لماذا مهديكم موجود في بريطانيا؟ وهذا السؤال يعني يتكرر كثيرا. لماذا مهديكم سهل هذا السؤال. تسمعني؟ سهل هذا السؤال أخي وإجابة هذا السؤال. نعم لكن يقول لماذا مهديكم موجود في بريطانيا ويتكلم الإنجليزية علما أن موروثنا الديني يتوقع مهدي عربي ومعظم تحركاته في الشرق الأوسط. يعني هذا هو المفهوم اللي عنده
والصورة اللي عنده على الإمام المهدي. أنا جاوبك. بغيت منك أبا محمد توضح له هذا الأمر. شوف، أولا أخي الحبيب، أهل البيت سلام الله عليهم عندما يتكلمون بأحاديث علينا أن نفهمها قبل أن نقرأها. أهل البيت قالوا معه من العرب شيء يسير. السؤال اللي يطرح نفسه إذا كان معه من العرب شيء يسير، أين مكان القائم؟ مكان القائم ليس في البلاد العربية، لأن لا يصح أن يقول مثلا إذا كان الإمام المهدي في العراق أو في السعودية أو في إيران يقول معه من العرب شيء يسير، يعني هم اليوم العراقيين عرب، السعوديين عرب، إذن لابد أن يكون في بلاد أخرى غير البلاد العربية، ولهذا قال معه من العرب شيء يسير. الشيء الآخر، أهل البيت سلام الله عليهم قالوا أغلب أنصار الإمام المهدي عليه السلام هم أولاد العجم. أولاد العجم في اللغة العربية هو كل من لا يتكلم اللغة العربية فيطلق عليه من العجم، مو الإيرانيين. الشيء الآخر، أهل البيت قالوا طيروا إليه في قباب السحاب وأتوه حبوا على الثلج. هاي كلها إشارات. وعندنا رواية اللي يكررها السنة، خروج الشمس من المغرب. وما هو المغرب؟ هو ليس المشرق. وعندنا روايات إذا يأتي القائم العراق ويدخل العراق ماذا يقولون له؟ يقولون له ارجع من حيث جئت. لسنا بحاجة زين، هو من أين جاء؟ من أين جاء؟ يعني في مكان آخر. حتى عندنا من الروايات أنه يأتي من قبل المشرق، الرايات السود، يعني ما موجود في البلاد العربية. وأيضا حتى بس أضيف رواية في واضحة وضوح الشمس في شرح الأخبار، بيقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من نسل فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، طالت الأيام أو قصرت، يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت جورا وظلمة. قيل، التفت للحتة دي، ومتى يخرج يا رسول الله؟ قال: إذا كان زلازل في أطراف الأرض وارتشت القدى. وراح قال إيه؟ يخرج من المغرب، أي الغرب، أي الغرب، في ساق هشامة وبين كتفي هشامة فردا غريبا. قيل: وكيف يكون فردا غريبا يا رسول الله؟ ليش؟ قال: لأنه ينفرد من أهله ويتغرب عن وطنه، أصله من المشرق وبيطلع من المغرب. ردا أهل البيت قالوا. انتهى الموضوع. وأيضا عندنا أخي الحبيب إذا تراجع الخطبة الإمام المهدي في مكة، ماذا يقول الإمام المهدي؟ يقول: إنا ظلمنا وبغى أهل الباطل علينا وطردنا من ديارنا. إذن إذا طرد من ديارنا أين ذهب؟ إذن واضح إلى بلاد أخرى، إلى بلاد أخرى، البلاد اللي يستقبلونه فيها. نعم. احنا قبل ما نسأل لماذا الإمام المهدي يعني في الغرب، المفروض نسأل السؤال المعاكس: لماذا الدول العربية لماذا الدول العربية لا تستقبل الإمام المهدي؟ لماذا كل الدول العربية والإسلامية تقاتل الإمام المهدي؟ إذن كما وصفت الروايات أنه كل الذين يحاربوه يلعنون رايته ويقول هم من العرب والمسلمين. صح. إذن لماذا نضع اللوم على الضحية ولا نضع اللوم على الجلاد؟ شكرا أخي محمد حبيبي. شكرا. نعم، فقط يعني والله العظيم أمر أهل البيت عليهم السلام أوضح من الشمس. لا، واضح أخي الحبيب، يعني بكل وضوح. واضح أخي الحبيب. هو شكرا لك. شكرا لك أخي محمد. تفضلي. فقط أردت أن أقول أنه يجي بقضاء جديد على العرب شديد، يعني صحيح. لو كان سهل على العرب لما حاربوه، لما يحاربونه لأنهم ضده لا ينتظرون أصلا. يعني أنا برضو مش شايف مشكلة، معروف يعني هو لازم الإمام المهدي يطلع من موسى. طلع من فين؟ من قصر فرعون، من جوه، يعني من جوه. فيعني اعتقد، سامحني يعني، روح قول للناس، اي حد يسالك قول له ايه المشكله؟ موسى طلع من قصر فرعون. يعني مشكله ان بحس ان الناس يعني مسكينه، يعني بتسال دون تدبر دون تفكر للاسف الشديد. تفضل ابو محمد. نعم، فقط اضيف لاخي محمد، هي الغايه اليوم من اتباع الرسول الالهي ليس باي لغه يتكلم. أنا اليوم كأبا محمد منتظر لقائم على محمد، يهمني كان يتحدث فرنسي، يتحدث إسباني، يتحدث إنجليزي. أنا الذي يهمني ماذا يقول. هاي الغاية. إذا كان احتجاج أبا الصادق سلام الله عليه وفق
العقيدة الإلهية فعلي أن أتقبله، مو أضع اللغة حاجز بيني وبين الإيمان به. يعني في زمن موسى كان يتكلم المصري ما يتكلم العبري، يعني هو ربى في قصر فرعون وعاش بين قصر فرعون وكان يتكلم اللغة المصرية. زين أنت ما سألت نفسك كيف آمنت بني إسرائيل أبو موسى الذي خرج من قصر فرعون ولا يتكلم اللغة العبرية مثلا؟ هذا اختبار اللغة بالضبط. نعم. فنعود اليوم إلى السؤالات حول يعني النصوص المقدسة. هل الفقهاء يعترفون بعدم مقدرة التفسير؟ اليوم هل الحاخامات والبابوات والشيوخ والفقهاء يعترفون بعجزهم بعدم معرفة هذه النصوص المقدسة ومقصدها؟ نعم يعترفون. اليوم كثير من العلماء يقولون الله أعلم. إذا طالما أنا اليوم حاخام أو بابا أو شيخ أو فقيه هو يعترف، يقول لك أنا ما أعرف. إذا لماذا أن تتبعه الناس؟ هو بيضيع لنا وقتنا ليه؟ الآن بغض النظر عن هو ماذا يريد، أنا السؤال موجه إلى الناس. أنت تعترف، هو يعترف، يقول لك الله العالم، أنا ما أعرف. إذا كان يدعي أنه لا يعرف لماذا تسير خلفه وتتبعه وكان لا يعرف؟ مش قادر افهم. إذن أنت المفروض تبحث عن من يعرف. ده لو أنت عاوز تعرف أصلا. صح، هو هذا السؤال الحقيقي. هو بالضبط. السؤال السادس أخي أحمد، لو فرضنا أن كل النصوص المقدسة في كل الأديان وصلت إلينا كاملة كما هي وليس فيها أي نقص أو زيادة أبدا، فالسؤال يعني الجوهري يأتي هنا: هل الغاية من وجود النص وجوده أم معرفة حقيقة معناه ومقصده؟ اليوم مثلا ماذا ينفع المسلمون الذي يقولون أن القرآن مثلا يعني غير محرف؟ ماذا ينفع المسلمون الآن أن القرآن وصل إليهم كاملا ولا نقص فيه ولا زيادة، ولكن المسلمون اليوم هل يعرفون مقصد وحقيقة آيات القرآن الكريم؟ نعم. يعني أنت اليوم تقول أن القرآن غير محرف، أنا مسلم لهذا الأمر، لكن هل تعرف حقيقته؟ إذا ما فائدة القرآن؟ بس نقطة للمشاهد أبو محمد، أنت بتقول فرضنا إن هو مش إيه؟ مو محرف. لا بس هو محرف يعني. نعم أنا لا ده أنا بس مبسوط بالحتة دي، لأن الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، لأنه هيتبعوا سنن الذين كانوا قبلهم. قلنا يجي 20,000 مرة والله الواحد زي شبرا شبرا وذراعا ذراعا. صح؟ اليهود كتابهم متحرف، المسيحيين مش بيقولوا كتاب اليهود اتحرف؟ صح. المسلمين مش بيقولوا كتاب المسيحيين اتحرف؟ صح. طب واحنا بنقول الكتاب المسلمين اتحرف، هو نفس السنة هيتبع كل شيء اتحرف. فانا بس الحته دي حبيت اوضحها للمشاهد. ايوه القرآن محرف، يعني بالنسبه لي نقطه مهمه جدا. طبعا. انا اتماشى مع ادعائهم. اذا كان القرآن غير محرف هل يعرفون حقيقته؟ وهذا السؤال ولا حد عارف. اذا ما فائدة أنا اليوم امتلك قرآن كريم كامل بحروفه بجمله بس أنا ما أعرف حقيقة مقصده؟ إذا ما ينفعني في شيء. إذا ماذا ينفعني؟ ينفعني أن يأتي رسول إلهي فيبين لي مقصد الآيات القرآنية. تعرف أبو محمد من ضمن الحاجات التحريف لحد النهاردة، أنا مش بهزر والله، يعني أنا وشرت بليته ويضحك. أنت تعرف لحد النهاردة مختلفين إذا كلمة، أنت لما تيجي تفتح المصحف أول سورة الفاتحة، نعم، مكتوب إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم 1، الحمد لله رب العالمين 2. مختلفين النهارده لحد النهارده. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن ولا آية منعزلة ولا هي صورة لوحدها؟ لحد الآن بيتناقشوا إذا بسم الله الرحمن الرحيم دي من الآية ولا مش من الآية، جزء من السورة ولا طالعة بره السورة، وقاعدين بيتناقشوا في دي. فما بالك بقى ده بس بسم الله الرحمن الرحيم، ما بالك بقى الإيه؟ القرآن كله.
مرة يقول لك 114 سورة، ومرة يقول لك 112 سورة، ومرة يقول لك 116 سورة، وقرآن أبي بن كعب وابن مسعود وعثمان وأبو بكر، وحرقوا قرآن أبي بكر وعمر ما عرفش عمل إيه، ساب الموضوع ده سلموا لعثمان. والعملية يا أبا محمد كانت أمة حالة ضياع، صح، مغمى عليها، أمة مغمى عليها. احنا بس كان معانا اتصال، مين معانا؟ عباس من الحبيب. نعم حبيبي، عباس من العراق. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله حبيبي احمد العزيز، وحيا الله الاخت، وحيا الله الحبيب ابا محمد. نعم حبيبي، كنت اتابع الاخ اللي كان يجاوب لما سال الحبيب ابا محمد، قال نسال الله عنه، يقول كيف يجيبنا الله سبحانه، كيف يجيبنا الله. حقيقة هذه الدعوة، دعوة الإمام المهدي عليه السلام، ليس فيها حل وسط، أما أبيض أو أسود، صح. أما أن تكون هارون الرشيد أو موسى بن جعفر عليه السلام، أما الإمام المهدي. أما أن تختار يعني أمريكا أو الأحزاب الإسلامية المزيفة أو ولاية السفيه، أما حقيقة ما بها. نعم، هذه الدعوة ما بها أي مجاملة. صح. هنا السؤال هنا عندما يقول سأل الحبيب أبا محمد كيف يجيبك الله. الله سبحانه وتعالى يجيب المؤمنين إذا كنت مؤمن حقيقي بالقلب، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. فإذا كان قلبك مع الله سيجيبك الله بشتى اللغات، سواء كان عن طريق أبا محمد، سواء كان عن طريق أحمد، سواء كان عن طريق عباس، سواء كان عن طريق أي بشر من البشرية. الله سبحانه وتعالى يبعث لك على ما أنت تفهم، حتى يبعث لك حجر يكلمك، صح، أو إيحاء. إذا أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى راح تفهم الجواب من الله. صح، عشان كده الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يضل عباده المخلصين. أما إذا أنت غير مؤمن وتريد الله يجيبك على ما أنت تريد، إذن هذا ليس الله الذي يجيبك، صح. يجيبك الشيطان، صح. لأنك أنت غير متبع الله، فأما يوحي لك الله سبحانه وتعالى وأما يوحي لك الشيطان. نعم. إذا أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى راح تعرف الحق ويجيبك الله، لأنه عرف الحق تعرف أهله. نعم. هذه الدعوة أحبتي ليس فيها مجاملة. وشكرا للمجاملة. شكرا لك. تفضل أبو محمد. نعم، فنأتي إلى التساؤل الآخر، وهو هل الدين هو نص؟ نعم. يعني وفق يعني العقائد أنه الدين ليس نص، الدين رجل، أنه أتى آدم، أتى نوح، أتى إبراهيم، والنصوص دائما هي مختلف عليها. يعني إذا كان الدين نص، يعني إحنا اليوم اليهود يمتلكون نص، لماذا نقول دينهم محرف؟ اليوم المسيحيين يمتلكون نص، المسلمين يمتلكون نص، إذن الدين ليس نص. الشيء الآخر وهذا المهم، وهل النص يحل المشكلة في كل دين؟ لا طبعا. اليوم اليهود متفرقون فيما بينهم في فهم نصوص موسى. صحيح. المسيحيين متفرقون فيما بينهم في فهم نصوص عيسى. المسلمون متفرقون فيما بينهم في فهم نصوص الله أو نصوص النبي محمد. صحيح. والشيعة أيضا متفرقون فيما بينهم في فهم نصوص أهل البيت عليهم السلام. إذن النص لا يحل المشكلة، بالعكس، بل هو المشكلة يصير هو المشكلة. زود الطينة بلة. صح. السؤال الآخر، لو كان النص المقدس كما يدعون واضح وبين في كل دين، زين السؤال يطرح نفسه، لماذا تفرق أهل كل دين في فهم هذا النص الواضح والبين؟ ما كانش قال ستفترق أمتي. مو اليوم الكثير من المسلمين ماذا يقولون؟ يقولون القرآن نزل بلغة عربية فصحى وهو واضح وبين. زين إذا كان القرآن واضح وبين لماذا اختلفتم بالضبط على الواضح والبين؟ والآية واضحة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صح. السؤال الآخر، هل الله سبحانه وتعالى يحترم
أو يلتفت لهذه النصوص المقدسة أم يخالفها في كل مرة وينسخها ويأتي بنصوص غيرها؟ ماذا يقول التاريخ؟ ينسخها ويأتي بنصوص غيرها. ينسخها. شريعة نوح تختلف عن نصوص موسى وإبراهيم. إبراهيم يختلف عن موسى ونصوصه تختلف عن نصوص عيسى، ونصوص عيسى تختلف عن نصوص محمد. وحتى في القرآن ماذا لدينا؟ ناسخ ومنسوخ. إذن الله ما يلتزم بالنص، النص ليس ثابتا. صحيح. ما هو الثابت عند الله؟ الدين اللي هو الرجل هذا الثابت عند الله. فاليوم أنت ما تقدر تحاسب عيسى ابن مريم بنصوص موسى. ما يبقى من حق الناس تكفر بقى، يبقى من حق الناس تكفر بعيسى، يبقى محمد باطل. صح. وما تقدر تحاكم النبي محمد بنصوص عيسى. ما انا بقول لك كده محمد بقى باطل خلاص انتهى. وما تقدر تحاكم الامام المهدي بنصوص ابائه اليوم. نفس الفكره. فايش قالت الروايات؟ عندما ياتي القائم كلهم يتأول عليه كتاب الله. إذن يحتجون عليه بالنص السابق، ما يعرفون أن الدين رجل. ما يعرفوش على فكرة، ما يعرفوش يعني إيه إسلام أصلا. ما هو لو عرفوا يعني إيه إسلام ما كانوش نطقوا الكلام ده كله. زين، إحنا اليوم إحنا بهذه الفوضى وبهذه المعمعة وبهذه مشكلة النصوص. السؤال يطرح نفسه، ما هو الحل؟ الحل هو تدخل الله. هو ماكو غير، ما نمتلك. يعني اليوم اليهود متمسكين بنصوصهم وتفسير نصوصهم، المسيحيين متمسكين بنصوصهم وتفسيرهم، السنة متمسكين بنصوصهم بقى هذا التفسير قائم، ما لم يتدخل الله. تمام. شنو النتيجة؟ راح يبقى الخلاف العقائدي قائما إلى يوم القيامة. إذا أردنا أن نحل مشكلة النصوص ماذا نفعل؟ لابد أن يتدخل الله ويرسل لنا رسول الله. مش هنخلص كده، ما نخلص. خلينا بس ناخذ اتصال الأستاذ حلمي من مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ حلمي. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ أحمد حلال والأخت مريم والأخ أبا محمد الغالي. أنا متصل بس يعني لقيت في مكالمات كتير وكده هوت من إخوة برضو أفاضل. يعني أنا متصل أشهد شهادة حق. تمام؟ نعم. اتفضل. أنا بشهد للقناة بتاعتكم. القناة بتاعتكم ظهرت لي من سنة 2018. أنا كنت مسلم سني. بعد متابعتكم فترة طويلة ومركزة، وأقسم بالله إنها كانت فترة مركزة جدا من سنة 2018، من أول 2018 وطول فترة عرضكم للدعوة الكريمة. وأنا يعني بجد أنا في الآخر دلوقتي أنا بشهد لكم أنتوا أنظف وأصدق وأشرف ناس على وجه الأرض. ده رقم واحد. نعم. الله يوفقك حبيبي، شكرا جزيلا على هذه الشهادة. أبا محمد تسلم لحضرتك. أنا بس في كام نقطة لو أسترسلها بس معاكم يعني. نعم. النقطة الثانية، أنا شايف ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن الدعوة بتاعت حضراتكم وأنا بستشفها يعني من خلال معلش، هو في نقطة، هي مش دعوتنا احنا، هي دعوة الله، دعوة الإمام المهدي. فبس الكلمة لازم تبقى في محلها. أكيد. اللي انا قصدي عليه ان الدعوه بدات تنتشر يعني عن سنه 2018، وانا شايف ان في يعني شايف ان في بركه من عند ربنا. يعني الدعوه بدات تزيد والناس بدات تزيد، ومن مصر برضو ومن الجزائر ومن الدول العربيه كلها يعني. وانا يعني اتمنى من الله يعني، لان الانضمام لدعوه عبد الله هاشم ولي الله الحق الوحيد على الارض هي أمنية وتفضل منه علينا إن احنا ننضم للدعوة المباركة دي. الله يفضل. وأنا هدفي دلوقتي وأشهد الناس كلها إن هدفي الوحيد هو رفع الملك الحقيقي على كرسيه، أو دونها الشهادة أو دونها الاستشهاد. دي ولايتنا لعبد الله هاشم. احنا جايين لعبد الله هاشم الشهادة، مش عايزين حاجة. احنا نتشرف فقط بان هو يقبلنا. الله يوفقك يا ابو. يقبلك ان شاء الله. واتمنى استاذ حلمي انك تنشر
يعني ما تخليش، عرف أهل مصر من هو صاحب مصر الحقيقي. والله يعلم إمامي عبد الله هاشم من الله، بكل قوتي بسعى في الموضوع اللي حضرتك بتقوله دوت يعني. أشكرك شكرا جزيلا. عشان احنا خلاص وصلنا لنهاية الفقرة، فأشكرك شكرا جزيلا أستاذ حلمي. معانا أصلا مداخلة أخرى الدكتور علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور علي السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. تفضل دكتور حبيبي. تفضل دكتور علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط يعني مداخلة بسيطة حول طلب الأخ الذي طلب المعجزة. نعم. حقيقة المسلمين اليوم إذا يريدون، إذا هم يعني حزموا أمرهم أنه يعرفون الإمام المهدي العقيدة كان يوفرها أبا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن يجب أن يكونوا جديين في طلب المعجزة. طلب المعجزة اليوم إذا طلبوها بشكل فردي لكل شخص فهذا طلب غير جدي، لأن ما ممكن الإمام المهدي يقدم المعجزة لتكون حجة على كذا مليون شخص. فلذلك إذا كانوا هم جديين في طلب الإمام المهدي ومعرفة الإمام المهدي، فالعقل والمنطق أن جميع المسلمين يذهبون إلى رجال دينهم يسألون أكو رجل يقول أنه ظهر الإمام المهدي وأنتم تقولون عقيدتنا في معرفة الإمام المهدي وطلب المعجزة. فالعقل والمنطق يقول أن كبار المسلمين يطلبون من هذا الرجل المعجزة. صح. فيكون ذلك الوقت الطلب عقلي، يكون طلب منطقي، وهذا الطلب مستعدين له، مستعد له قائم بأئمة محمد أن يقدم لهم هذه المعجزة. صح. ولكن يجب أن يكونوا جديين بهذا الخصوص. صح. في نفس الوقت أحب أن ألفت انتباه كل المشاهدين الكرام، الأخوة الشيعة وسنة، إذا أنتم مهتمين بقضية الإمام المهدي وترون رجال دينكم يطلبون منكم أن تذهبوا أن تطلبوا المعجزة، فاعرفوا أنهم كذابين. لأنهم إذا كانت رجال دين، كانوا رجال الدين عقيدتهم في معرفة الإمام المهدي وطلب المعجزة، المفروض هم الذي يطلبوها. صح ولا لا؟ صح. لأنه أولى الناس بتعريف الناس بالإمام المهدي المفروض رجال الدين كما يدعون ذلك. صح. كما يدعون ذلك. وهم لو حق أنا من حقي برضو أطلب منهم، أقول لهم لو أنتم من الله اعملوا لي معجزة أيضا. هذا من حقي. لا يعني لو إن هم من الله. ولكن إذا اشترطوا هذا الشرط ويريدون هذا الشرط وهم جديين في معرفة الإمام المهدي، ليسوا يتلاعبون ولا يريدون أن يعرفوا الإمام المهدي، فليطلب رجال الدين، كبار رجال الدين هذه المعجزة، لأن قضية الإمام المهدي هي قضية عظيمة بشر به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رجل واجب الاتباع بنصوص الشيعة والسنة. صح. فواجب على رجال الدين أن يدل الناس على ذلك. صح. أما بالنسبة للأخ أيضا في سؤال الله سبحانه وتعالى، فقل يا أخي اقرأ الكتب، اقرأ قصص الأنبياء وشاهد. أم موسى عليه السلام أوحى الله لها الكثير من الناس الذي لم يكونوا أنبياء أو رسل، أوحى الله لهم عن طريق الرؤى، عن طريق الكثير من الأمور. هناك الاستخارة وهي الثقافة يثقف عليها المؤسسة الدينية، بالذات المؤسسة الدينية الشيعية. لماذا لا تستخير الله فينا؟ لماذا لا تسأل الله أن يريكم رؤيا؟ ألا يوجد نص لديكم أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت محمد قالوا من رآنا فقد رآنا. دكتور علي هو لا يتمثل بنا. فلذلك إذا تريدون شهادة لنا من آل بيت محمد، فها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم نحن قادرين أن نتكلم معكم بالرؤى، اطلبوا هذا من الله سبحانه وتعالى. هذا حبيت اللي أدافع. دكتور علي هو أصلا مش عاوز، لأن أنا بقول له أنت عندك المعجزة أهم من أنك تسأل الله. قال طب ده أنا أكلم معاه إزاي ده؟ هي اصلا بالفعل طلب المعجزه هو بنص مثل ما تفضل الحبيب ابا محمد، هو مذموم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لاحظوا يعني كم ان قائم آل بيت محمد متمكن ويعرف ان الله معه، بحيث قدم المعجزه بالرغم من انها ليست من ضمن
من ضمن الأمور التي يريدها الله في معرفة الحجة. فهذا المفروض دليل للناس أنه يعرفون أنه هذا رجل بالفعل من الله، ولكن عليهم أن يكونوا جديين في هذا الطلب. ولكن حقيقة مثل ما تفضلتوا حضراتكم، المفروض الإنسان يكون إنسان عقائدي مؤمن بكلام محمد وآل بيت محمد في كيفية معرفة الإمام المهدي، وليس يطلبها بالطريقة الإعجازية اللي تجبر على الإيمان. يجب أن يكون مؤمن بعقائده. العقائد هي ما تدلك على الإمام المهدي، لأنه العقائد هي التي بشرت بالإمام المهدي، وأنتم عرفتم الإمام المهدي من عقائدكم. هذا اللي حبيت شكرا جزيلا. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا دكتور حبيبي دكتور. أيضا يا دكتور في إنجيل يوحنا الإصحاح 5:31 يعني أيضا عيسى يقول الله يشهد لي. بالضبط. يعني موجود إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها لي هي حق، والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. إذن ماذا يقول عيسى؟ الله يشهد لي. والنبي محمد في القرآن الكريم يقول الله يشهد لي، واليوم أبا الصادق يقول الله يشهد لي وكفى بالله شهيدا. إذا كنتم مؤمنين بالقرآن ومؤمنين أنه النقطة هم مش مؤمنين ان الله يسمع. انه اول حاجه يقول لك كيف اسال الله، هو فاكر انه يقول مثلا يا رب هل هي حق فيسمع. نعم هو حق، هو كان متخيل هذا الشيء، لكن هو فعلا ما التفتش انه هو ممكن تيجي له رؤيه، ممكن مثلا الله يكلمه بطريقه معينه، يجي له راجل مثلا يرمي له كلمه يلفت نظر. لا، ما عندهمش الايمان بالله. لا صح، انهم لا يعرفون الله بطريقة بسهولة بكل بساطة. لا يعرفون الله، لو يعرفوه لا يعرفون رسول الله حتى يعرفوا الله. صحيح. فقط يعني اعتقادهم من باب ميراث وثقافة وتقاليد، دين ثقافي. أيضا كما سئل الإمام الصادق مرة قالوا له لا يا ابن رسول الله ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال لأنكم تدعون من لا تعرفون. هم يعبدون الله بناء على يعني عادة، يعني ما يعرفون الإله الحقيقي. هو يصلي يصوم يقرأ أدعية، لكن ما عنده ارتباط ويعرف أنه الله يسمع ويرى. حتى الإمام سلام الله يقول دين الله الحقيقي أن تتيقن أن الله يسمع ويرى. إذا ما متيقن أن الله يسمع ويرى إذا أنت تعبد هبل. لا، ما بيعبدش حد، يعبد نفسه. طبعا. فنأتي إلى الأمور الآخر يعني بالدقائق الأخيرة بخصوص النصوص المقدسة. أكو شيء مهم في الأديان، أنه جميع الذين هم يسمون أهل الاختصاص في معرفة النصوص المقدسة هم أول من حارب الرسل والأنبياء والأئمة. دايما. يعني اليهود الذين وقفوا بالضد من عيسى بن مريم كانوا جهلة أم علماء بالنصوص؟ كانوا جهلة. على فكرة قتلوا زكريا ويحيى حتى كانوا يدعون أنهم عالمين بالنصوص، لكن لم يتعرفوا على عيسى بن مريم بناء على النص، رغم أنهم كانوا منتظرين مخلص. أو كانوا ينتظرون مخلص. الآن الشيعة، علماء الشيعة يدعون أنهم يعرفون النصوص. كل اليوم الشيوخ والفقهاء يدعون أنهم أهل الاختصاص في معرفة النصوص. صح. لكن الروايات قالت إن هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل معرفة بالنصوص سوف يقاتلون القائم. صحيح. ويتأولون على القائم القرآن كتاب الله. إذن أنت اليوم ما مفروض ترجع إلى الفقهاء في معرفة النص المقدس وتتعرف على الإمام المهدي بناء على تفسيرات رجال الدين للنص المقدس. لأن أهل البيت سلام الله عليهم أخبرونا أن هؤلاء الذين يعني يقرؤون القرآن الذين يدعون معرفة النص المقدس هم سوف يقاتلون الإمام سلام الله عليه. وعندنا روايات كثيرة بهذا الشأن. عندنا يعني اتصال؟ يوجد اتصال؟ معنا عقيل من العراق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أخي أحمد حلال والأخ أبو محمد؟ حبيبي الغالي يا أخي عقيل، شلونك عين؟ الله يخليكم. على طار النصوص وطار الفقهاء اليوم أخي، المذهب الشيعي ما يسمى بالمذهب الشيعي نعم.
هم صنعوا لنفسهم نصوص، صح، وتركوا النصوص الأصلية، وتركوا روايات آل البيت الأصلية أو المنهج الحقيقي لآل محمد الأصلي. صنعوا لأنفسهم نصوص واستندوا على رواية واحدة. هذه الرواية هي قومت هذا المذهب. صح. بلا هذه الرواية المذهب كله يهدم. صح. تمام. الرواية الذي صنعوها وصنعوا المذهب على هذه الرواية كلها وهي الواحدة: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. صح. والرواية الأخرى هي المخالفة لهذه الرواية أيضا: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لأمر مولاه فللعامة أن يقلدوا. زين، يعني هنا احنا عندنا يعني المراد، من هو المراد من قول الإمام مخالفا لهواه؟ يعني من هو أي أن يكون هواه مطابقا لهوى إمام زمانه. من صحيح. هو؟ لا يوجد. زين، ومن هو في يومنا السائد؟ هذا مخالفا للواقع الذي يعيشه من ما يسمون أنفسهم بالفقهاء. لا أخي عقيل، أكو مغالطة جاي يستخدموها. يعني هاي الرواية وين مذكورة؟ مذكورة في كتاب التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري. تمام؟ هاي الرواية. نعم. عندما تذهب إلى الفقهاء يقولون لك هذا التفسير ضعيف ويعني غير حقيقي، يعني ليس للإمام الحسن، يعني يضعفون هذا التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري. اذهب إلى علم الرجال راح تجد أنهم يضعفون تفسير الحسن العسكري، لا يأخذون به. لكن عندما يسألون عن الدليل على أحقيتهم يرجعون إلى هذا التفسير ويستندون بهذه الرواية التي قرأتها الآن. أخي أبا محمد، معتقدهم كله قائم على هذه الرواية. صح. معتقدهم كله قائم. زين، لنتنزل على هذه الرواية تنزلا لهم، تمام، على هذا المعتقد القائم لهذه الرواية كله. يعني هو يأمر الحجة بالرجوع إلى رواة الحديث. قال فارجعوا إلى رواة حديث. وماذا يعطي راوي الحديث؟ يعني أي سوف يعطيك بالطبع حديثهم، حديث أهل البيت. ولم يقل الإمام ارجعوا إلى الفقهاء أو العلماء، يعني قال رواة حديثنا. ويوجد الكثير من رواة الحديث في علم الرجال كما هم يقولون من هم ليسوا بفقهاء أو علماء أو أصحاب مذاهب. يعني هذا يخالف مبدأ التقليد عندهم. زين؟ صح. وهذه الرواية أيضا لم يخص الإمام بالرجوع إلى شخص واحد، يعني أي الأعلم يا أبا محمد، يعني حيث قال ارجعوا لرواة وهي جمع راوي، أي لم يقل ارجعوا إلى راوي حديثنا. زين، هذا كل من تناقل أخي، وهم يعني هم غفلوا عن هذا الأمر. لكن إلا شخص جدا يتعمق بهذا الموضوع سوف يجدها. كل هذا المعتقد الذي بني وقوم به المذهب كله أحمد بن إسحاق بن سعد القمي فقط. يعني هذا عاصر 4 أئمة تقريبا، عاصر 4 أئمة. نعم. يعني أدرك 4 أئمة عن أهل البيت: محمد الجواد والإمام علي الهادي والحسن العسكري. زين، والإمام محمد بن الحسن العسكري صلوات الله عليه، يعني على أنه صدر توقيعا آخر شيء منه. يعني وكل هذه الأمور كلها أخي أتمنى لو في عجالة لأنه أدركنا الوقت. زين، فقط آخر شق أخي، فقط أذكر هذا التوقيع الذي صرعوا به رؤوسنا أخي أبا محمد بالرخصة أخي أحمد حلال وأختي. نعم تفضل حبيبي، بس يا ريت على عجالة. على عجالة، خلاص انتهى وقت البرنامج. نعم حبيبي، نعم حبيبي. زين، هم يقولون يعني على أنه صدر توقيعا أخيرا للسفير الرابع، نسيت اسمه، انه سيموت بعد 6 أيام وانه لا يوصل احد بعده كوكيل خاص للامام. زين، هم اذن كيف صدر توقيع من الامام المهدي كما يقولون هم الى الشيخ المفيد في سنة 410 اذا هم يقرون انه اخر توقيع صدر للسفير مثلا؟ صح، هذا تناقض. نعم صح، هذا تناقض. كيف صدر توقيع للإمام للشيخ المفيد في سنة 400؟ نعم حبيبي، شكرا جزيلا أخي الحبيب عقيل، والله يوفقك لكل خير. شكرا لك. أحب أقول كلمة بنهاية هذه الحلقة.
القرآن الكريم يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وأهل البيت قالوا أن الدين رجل، ونحن نعتقد أن اليوم أبا الصادق سلام الله عليه هو التوراة وهو الإنجيل وهو القرآن وهو أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وهو يمتلك في صفحة وجوده الحقيقة كلها. واليوم وهو من يبين النصوص المختلف عليها، وهو قادر اليوم أن يحل المشكلة هذه النصوص إذا كانوا يريدون حلا لمشكلة هذه النصوص والمختلف عليها. فندعو اليهود وعلماء اليهود أن يحاوروا أبا الصادق سلام الله عليه، وندعو علماء النصارى أو المسيحيين المختلفين في نصوصهم نقول لهم يوجد لدينا من يفهم هذه النصوص وهو أعرف بهذه النصوص منكم. وأيضا نقول للمسلمين بجميع فرقهم السنة والشيعة أن معنا الرجل الإلهي الذي يستطيع أن يبين لكم حقيقة القرآن وأن حقيقة النص القرآني وحقيقة نصوص النبي محمد وحقيقة نصوص أهل البيت عليهم السلام. والشاهد على ما نقول هي لقاءات أبا الصادق عليه السلام الذي فتح يعني أسرار وجفر ورموز وحقائق كل أحاديث أهل البيت. فمن أراد أن يتأكد ويريد ولديه يعني فضول أن يعرف حقيقة النصوص نصيحة من أبا محمد فليتابعوا لقاءات أبا الصادق سلام الله عليه اللي أكثر من 80 لقاء. شكرا لك أبا محمد، احنا طبعا أدركنا الوقت. أشكرك شكرا جزيلا أبو محمد على فقرة النهاردة. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية البرنامج، استنونا غدا في نفس الميعاد في مواضيع تانية مختلفة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.